امتى نخلط للبط بتاعنا يا مشاهد؟ لان احنا محتارين ومحتاجين نسمن البط بتاعنا عشان يجيب معانا وزن الخلطة بالمكونات اللي انا بستعملها. اقولها لحضراتكم. البط زي ما احنا شايفينه كده على الطبيعة، ده بط اللي هو المسكوف الخليط اللي بيطلع عندي من الرقد. عشان بس حبايبنا اللي فكروه مسكوفي صافي، يا جماعة انا ما بربيش غير سلالة بط مسكوفي خليط، كلها بتطلع عندي من الرقد. البط اللي احنا شايفينه ده المجموعة دي، عشان هتشوفوا معايا كام مجموعة. المجموعة دي عمرها شهر و10 ايام. شهر و10 ايام بتلاقيه بالشكل ده، بيبدأ ان هو يريش كده بتاع ربع تريشة. اما التريشة الكاملة ويقفل ريش كامل على شهرين، شهرين واسبوع. بس عشان نكون عارفين الشكل مقارنة بالعمر. هنا دي مجموعة تانية اكبر. كل مجموعة عندي لازم تاخد حقها في التربية. طبعا البط ده انا بربيه لتسمين البيت، البط ده بربيه لتسمين البيت. ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كده زي العسل. لو اتوفر عندي مثلا دفعة، لو توفر عندي دفعة، ودي كل فين وفين، ان انا مثلا ربيت عدد بزياده، او عندي مثلا 3 دفعة زي اللي هنشوفهم دلوقتي، فبالتالي ممكن اطلع دفعة للبيع والباقي لا بسيبه لتربية البيت. انما انا اساسا بربيه لتربية البيت. الخلطة سألت عنها كتير. بنخلط بعد الشهرين الأضمن والأحسن. طب احنا ممكن نخلط على شهر، شهر ونص. أيوة ممكن تخلط على شهر وشهر ونص. بس لو ما خلطناش صح هيغيب معاكي فيه اللي هو يشيل وزن، كمان هيبتدي ينهش في بعضه ويفترس بعضه بسبب ان احنا سحبنا منه نسبة العلف، والنسبة بقت بسيطة في الخلطة. فبالتالي عايزة تربي تربية صحيحة سليمة من غير مشاكل. يعني انا ممكن اربي واخلط من بدري، بس انا عارفة اتعامل مع المشاكل دي. هو دي الفرق ما بين حد تاني مش عارف يتعامل مع المشاكل اللي هتواجهه. فبالتالي عايزين حبايبنا يريحوا دماغهم. خلاص خلطي من شهرين، من بعد الشهرين يكون قفل ريش تماما زي ما حضرتك شايفة كده، يكون مقفل ريش. طيب اما يقفل الريش بقى خالص، هتبداي تخلطي علف 21%، هتخلطي دش، هتخلطي ذرة عويجة اللي هي بتاع الحمام، هتخلطي فول مدشوش بقشره، هتخلطي عيش. المكونات دي الاساسيه. عندك بقى اكل بيت، عندك خضار. الخضار يستحسن يكون مرتين 2 بس فقط في الاسبوع، عشان ما يجيب لهمش اسهالات. والاسهالات يا جماعه بتاثر على الوزن. البط بتاعك ناشف، البط بتاعك خس، دوري شوفي البط عنده اسهالات ولا لا. يا ريت لايكات كتير جدا جدا للفيديو عشان الفيديو بتاعنا يترفع ويبقى جزاكم الله كل خير. بالنسبه للاوزان بتاع الخلطه، عشان انا سالت عنها، يعني انا لما باجي اخلط من عمر الشهرين ما بنزلش بنسبه العلف مره واحده عشان البط ما يخسش معايا. بعمل ايه؟ هتجيبي مثلا شكاره علف 25 كيلو، 25 كيلو، معاها قصادها بقى شكاره دش 25 كيلو، شكاره ذرة عويجه 25 كيلو، شكاره عيش تكون برضو حوالي مثلا 20 كيلو او يعني في الحدود دي، وتجيبي فول مدشوش حوالي 7 كيلو. تخلطي الخلطه دي على بعضها. الخلطه دي تعتبر نسبه العلف فيها مركزه جدا فوق الممتازه. ما يجيب ال3 شهور قللي